يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما ابتدينا مع بعض سلسلة الفيديوهات وقلنا لحد لما ربنا يفرجها على اخواتنا في فلسطين. هنفضل كل فيديو ندعي لهم ربنا ينصرهم يا رب، وينصر كل اهلنا في غزة ويرحم كل الشهداء يا رب. بعد كده هنبدأ مع بعض. هنا قلت ما اوريكوا الشقة. طبعا انا قلت لكم هوريكوا سلسلة الفيديوهات بتاعة التشطيب لحد ما نفرش تمام. هنا النقاش كان اداها كده وشين بطانة مع معجون، وقال لي انا هسيبها تنشف. تمام، هو مخلصها بقاله اسبوع وسايبها على الوضع ده بقاله اسبوع ما بيجيش طبعا. وقال لي انا هسيبها كده لحد لما تنشف والنجارة كمان كده ده زي صنفرة. وقال لي برضو هسيبها تنشف شوية. فقلت بقى لازم اطلع انضفها لان الدنيا، بصوا الصنفرة دي كلها من الحيطان. طبعا بيصنفر الحيطان فبتنزل كمية تراب رهيبة. فالشقة حرفيا كده كانت مردومة، فقلت له هنضفها لك. قال لي اه تمام نضفيها عشان حتى كمان نمدي الوش الاخير تبقى على نظافة، ما تحتاجش انها التراب ولا حاجة وانا بنضفها يطلع على الحيطان يبهدل الدنيا، لا. فقلت له تمام. فطلعت بقى وقلت اما ابدا انضف، بس بصراحة الشقة نطقت بمعنى الكلمة. تقدروا تقولوا كده يعني ربنا يسترها. هي حلوت في عيني جدا بصراحة. ابتدى اللون يبان ووسعها. طبعا انا مش هعمل اللون ده بالظبط، بس هو يعتبر الدرجة دي. انا قلت له من درجات الفانيلا لاتيه كده، بس الفاتحة قوي. قلت هتدي وسع وكمان هتليق مع السيراميك. هو السيراميك بتاعها تحفة بمعنى الكلمة، بس هي الكاميرا حرفيا ظلماه. وغير كمان ان هو متبهدل يعني. صنايعية بقى داخلين طالعين، وقلت لكم انا عملت سقف المطبخ والحمام بعد ما السيراميك ركب. ففضلوا داخلين طالعين في الشقة كلها بقى، فمستنية ما يخلصها خالص وهنضفها وهقفلها خالص. بس مش عارفة هعمل ايه لحد دلوقتي، قولولي. بعد ما خلصها افرشها واقعد فيها على مبيعهم، على مبيع البيت يعني على بعضه، ولا اسيبها مقفولة كده من غير ما بهدل فيها حاجة وما نقلش فيها يعني، ولا اطلع اقعد فيها. فقولوا لي انتوا تحت اعمل ايه، لان انا بصراحة عايزة اطلع اقعد فيها. بصراحة الشقة تحفة، تحفة بمعنى الكلمة. طبعا لما تخلص خالص هوريها لكم بقى، وهوريكم الديكورات اللي هنعملها مع بعض. لا 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 لا، هنعمل شغل عالي قوي في الجبس في الصالة بالذات. زي ما عملنا تحت، انتوا يمكن ما شفتوش معايا الشقة اللي تحت، ما شفتوش السقف عامل ازاي، بس انا عملت الشغل كله فيه. فان شاء الله هنعمل فوق هنا زي ما عملنا تحت بالظبط. وهنعمل بقى شوية كده تشكيلات وحاجات حلوة برضو تديها شكل مع الوسع بتاعها، هيفرق قوي معاها. بس بصراحة ملامحها ابتدت تبان والدنيا ابتدت تحلو. هو بس ناقص لي سيراميك المطبخ والحمام، عايزين يتنضفوا تنظيفة محترمة. بس عايزين هدة حيل بمعنى الكلمة، يعني انتوا شايفين اصلا جزء من السيراميك اهو باين لكم في الطرقة متبهدل متدمر، مش متبهدل بس. فالموضوع هيبقى متعب قوي، فانا مأجلاها على الاخر. قلت ما نقاش يخلص، فقلت ممكن اجيب حد يساعدني وكده، اجيب واحدة تساعدني تعمل معايا، لان الموضوع هياخد مجهود عالي قوي. وكمان عايز طبعا السلك مش على قد بس ان انا هشيل مثلا يعني بسكينة كده اشيل شوية جبس وخلاص، لا الموضوع عايز يتنضف يتنضف. وزي ما قلتلكوا انا عايزة اسلمه للي هياخده، يعني تقدروا تقول كده مش هيعمل فيه اي حاجة خالص. يعني حتى في ردم فوق على السطح وفي حاجات كتير قوي برضو ابتديت انضف فيها، بس طبعا ما صورتهاش معاكم. بس نضفت فيها وعبيتها كده، وهخلي حد يجي يشيلها برضو، بحيث ان انا اسلم كل حاجة نظيفة، كل حاجة جاهزة على المفتاح. مش هتحتاج طبعا اي مجهود ولا مصاريف ولا اي حاجة خالص. بس بجد يعني ربنا يكون في عون اللي بيشطبوا. يعني انا كنت اصلا عايزة اعمل النقاشة اخر حاجة. كان المفروض ان انا هعمل السباكة الاول، لسه عندي القعدة والحوض، قعدة التويلت والحوض والبانيو، وكمان الحوض بتاع المطبخ والخلاطات. كنت عاملة حسابي ان انا هعملهم الاول وكده هركبهم الاول. كده كده النقاش اللي انا بتعامل معاه محترم يعني،
مش بيبهدل حاجة. انا كنت عاملة كده في الدور التاني، كنت مركبة السباكة واخلص هو النقاشة بعد السباكة، يعني الموضوع كان عادي خالص وكان محافظ على الحاجة بصراحة. فكنت ناوية اعمل هنا كده. فطبعا بقى الدنيا اتلخبطت معايا وقلت عايزة انجز علشان المون اللي بتغلى دي، ولسه لحد دلوقتي ما جبتش اي حاجة، يعني ولا جبت البانيو ولا جبت الحوض ولا قعدة التويلت ولا اي حاجة خالص. قلت كده هعمل النقاشة دي وعلى ما يخلصها هنزله تحت يعمل الدور الارضي، علشان كده تبقى فينش خالص، تبقى الشقة بتاعت الدور الارضي خلصانة وشقة الدور التالت خلصانة. التاني التالت بقى هتبقى واقفة على السباكة وعلى الكهرباء الأخيرة ان شاء الله، يعني في خلال شهرين 3 بالكتير قوي وهروح عرضاه وزي ما ربنا يريد بقى. بس بصراحة يعني انا صعبان عليا الشقة تحفة بالذات دي، يعني دي ظهرت قوي عن اللي في التاني، لان طبعا في التاني احنا قاعدين فيها فخدنا عليها، فاللي هو دي ظهرت قوي، فتقدروا تقولوا كده يعني الواحد صعبان عليه والحاجة بتحلو في عينين صاحبها، خصوصا لو تعبان فيها. انتوا عارفين الحاجة اللي بتيجي سهلة بتروح سهلة، لكن الحاجة اللي بتبقى تعبان فيها واتبهدلت واتمرمطت وتعبت واشتغلت عشان تعملها، فالموضوع بيبقى صعب قوي. فربنا يصبرني بجد، يعني ربنا يصبرني ويعدي الفترة دي على خير، ويعوضني عن تعبي ده كله وعن كل اللي شفته، ربنا يعوضني عنه خير، مش هقول اكتر من كده. والحمد لله على كل حال. يعني انتوا عارفين اصعب حاجة بجد لما تحس ان انت تعبان في الحاجة وعملت المستحيل عشان يعني الحاجة دي تتم وتحلو كده وتتظبط، ويعني كلفت واتبهدلت واتمرمطت واشتغلت، وفجأة تحس ان كل اللي عملته ده ملوش لازمة. بجد ده اصعب احساس ممكن تحسوه، وده اللي انا حاساه دلوقتي. يعني ربنا اللي عالم الواحد شاف ايه عشان يوقف البيت ده بالطريقة دي. يمكن انا كنت مش بشتغل طبعا، مش انا اللي عاملاه بفلوسي، امي ربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر، هي اللي اشتغلت وتعبت وعملته وقفته زي ما انتوا شايفين كده. ولحد دلوقتي طبعا كل جنيه بيتحط فيه منها هي، حتى لو انا عملت حاجة فهكون حاجة بسيطة جدا بالنسبة للي هي عملته، لكن انا يعني تقدروا تقولوا كده كنت واقفة بالمجهود. لو بقى كنت بقف مع صنايعية اروح اشتري حاجة احط حاجة اعمل حاجة، بس لكن طبعا بالفلوس ماما اللي كانت عاملة كل ده وما زالت مكملة فيه كل ده. ف واحد صعبان عليه، بس بنرجع ونقول الحمد لله، يعني ما تأسس حاجة تشيل برج مش تشيل عمارة وتلاقي غيرك يجي ياخدها كده جاهزة، الموضوع بيبقى صعب قوي. فالحمد لله يعني. طبعا هتقولي طب وايه اللي يخليكي تعملي كده، ايه اللي يخليكي تبيع بيت زي ده مادام انتي حباه وصعبان عليكي والكلام ده؟ بصوا، هو انا هبيعه مش عشان خاطر يعني حاجة فيه، عشان اسباب شخصية بيا انا، عشان حاجة تخصني انا. الحاجة دي انا مش هقولها دلوقتي، بس يمكن اطلع اقولها في يوم من الايام، يعني ممكن بعد فترة مثلا اطلع واقول لكم ايه سبب ان انا بعته، وصدقوني مش هتلموني، والله فعلا لو عرفتوا السبب مش هتلموني. المهم خلصت تنظيف الشقة، بس ما كنتش لسه عملت البلكونة، سبتها للاخر خالص، وطلعت عملت السلم كمان، طبعا ده اللي بيطلع على السطح. فوق كمان في مليان بقى ردم وبهدلة، يمكن ده عليه حاجات بسيطة بس عشان هو كمان كان مفضيه علشان بيعمل الحيطة اللي جنبه، لكن فوق هو كل البهدلة فوق. وطبعا بقى بواقي الأكل بتاع الصنايعية بقوا ياكلوا ويحطوا الأكياس والعلب الفاضية فوق، فالدنيا يعني متبهدلة جامد. فكنت بعمل حاجة حاجة يعني. المهم كلمة حابة أقولها كده بس ليكوا، قبل ما تاخدوا خطوة انكم تعملوا بيت، فكروا 1000 مرة واحسبوها من كل الجهات، من كل الجهات بجد، يعني هتعملوه فين والمين وازاي ومع مين، كل ده فكروا فيه 1000 مرة. فكروا قبل اي خطوة تخطوها،
لان يمكن لما جينا نعمل البيت ده ما حسبناهاش من جوانب كتير. تقدروا تقولوا كده كل واحد كان بيحسب الحسبة اللي على مزاجه، وده يمكن اللي خلاني ابيعه دلوقتي. انا عمري ما كنت هفكر ابيعه ولا هفرط في تعب امي مهما حصل، بس الظروف هي اللي حطتني في الموقف ده. والحمد لله، كل اللي انا بقوله الحمد لله. الحمد لله على كل حال، وربنا يحسن بيعه يا رب ويحسن ختامه ويجعله فتحة خير يا رب على اللي هياخده. لان بجد يعني انا عن نفسي انا ندمانة بجد ان انا هبيعه، بس ما اقدرش اقعد فيه. وطبعا مش هسيبه للايجارات عشان الناس اللي بتقولي اجريه، مادام انتي مش حابه تقعدي فيه اجريه وهيدخل ربح كويس جدا. يعني لو حد واخده تجاره واجر شقق، دلوقتي الناس اصلا ما بقتش لاقيه شقق ايجار خالص، فعشان يتأجر شقه من دول بالتشطيب ده في المنطقه دي بمبلغ وقدره، يعني ايجار الشقه في البيت ده مش اقل من 2000، مش اقل، ممكن اكتر كمان على حسب طبعا اللي هياخده عايز يأجره بكام، بس ممكن اكتر كمان. يعني سواء كان للسكن او حتى للاستثمار، يعني تحفة تحفة بمعنى الكلمة. والحمد لله يعني من اول ما دخلناه وكانت فتحة خير علينا، يعني شفنا الرزق والهنا والسعادة كلها فيه، فالحمد لله يا رب. الحمد لله على كل حال. كل اللي انا بقوله بس يعني ربنا يهونها عليا واقول لكم على كل حاجة، بس مش دلوقتي. احكي لكم على تفاصيل كتير هتقولوا انتي كان عندك حق فعلا في كل حاجة عملتيها، في كل خطوة خطيتيها. ناس كتير بتلومني، يعني دلوقتي ناس كتير بتفضل تقولي حرام عليكي، ما تفرطيش فيه، مش هتعرفي تعوضي، مش هتعرفي تعملي غيره. انا بعترف انا ولا هعرف اعوضه ولا هعرف اعمل زيه تاني، الله اعلم هعمل زيه ولا لا. بس طبعا انا مش هروح اقعد في شقق لان انا مش هستحمل عيشة الشقق. انا خدت ان انا اقعد في بيت ليا، ملكي بتاعي، اطلع وانزل براحتي، احط حاجة براحتي. انا خدت على الوسع، يعني انا خدت على ان انا اعيش براحتي في مكان واسع. فطبعا كده كده انا مش هعرف اقعد في شقة، فغصب عني ممكن اشتري بيت حتى لو دور ارضي. طبعا بره الاسعار خرافية ومحدش يقولي اشتري في بلبيس، عشان انا مش عايزة اقعد في بلبيس اصلا. انا المنطقة اللي انا فيها دي يعتبر من احسن مناطق بلبيس، يعني المنطقة اللي انا فيها كويسة جدا. بس انا مش عايزة اقعد في بلبيس عموما، انا عايزة اسيب بلبيس خالص. كويسة جدا وحيوية جدا وتجارية جدا، يعني منطقة هنا تجارية قوي ومليانة محلات، وبصراحة كل حاجة متوفرة فيها، يعني كذا سوبر ماركت مش واحد بس، وسوبر ماركتات كبيرة يعني مش صغيرة، ومحلات ملابس وجزم وكل حاجة، يعني كل حاجة متوفرة حوالين مني، حتى لبس الأطفال متوفر. طبعا كل واحد بقى بيشتري من المكان اللي يريحه. بس هي المنطقة تجارية جدا، وكمان حوالين مني كل المدارس، سواء كان ابتدائي اعدادي ثانوي ازهر، كل حاجة حوالين مني متوفرة، قريبة من شارع المكاتب، قريبة من وسط البلد، من السوق. منطقة كويسة جدا جدا، وما فيهاش اصلا اي حد دلوقتي ما يعرفش يشتري في المنطقة دي او في بلبس عموما، يعني لان طبعا كده كده المباني واقفة والبيوت كلها خلاص اتجددت. يعني كل اللي قاعد في بيت دلوقتي خلاص ماسك فيه، ومحدش بيسيبه دلوقتي، قليل اللي بيسيب ويطلع برا. بس الميزة في برا اللي عاجبني فعلا ان انا عايزة بيت بجنينة، عايزة جنينة كده الولاد يلعبوا فيها. طبعا انتوا عارفين ان انا ما بنزلش الشارع، فعايزة جنينة كده يلعبوا فيها، احط فيها العاب، نزرع فيها شجر. انا بحب قوي زراعة الشجر، ازرع فيها ورد كده. يعني انتوا عارفين انتوا الحياة دي اللي هو اللي تبقى كده مع نفسك كده، يعني دماغ كده لوحدك. اه انا عايزة اعيش الحياة دي بجد. فانا حابة يعني حابة اعمل كده. بصوا بقى الشقة هنا، بصوا ملامحها كلها ظهرت، تحسوا كده يعني صحيح هي بطانة، بس الواحد حاسس فعلا انها ظهرت. وهنا ده التراب اللي انا طلعته والحاجات اللي هتترمي في القمامة. ودخلت على البلكونة بقى اخر حاجة،
وخلصها وخلاص وهنزل. بس قلت اما اعملها بقى بالمرة، بما اني وعملت هعملها بالمرة وخلاص. بس مش هنضف السور المرة دي، وكده كده لسه بدري على ما يعملوا اصلا. لسه هو بقى ما يجي يصنفروا وينضفوا تاني. ان انا مش عارفة هو هيجي امتى. وقال لي انا هسيبها كده اسبوعين 3 تنشف كويس قوي وتتعضم كويس علشان خاطر ندهن على نظافة. بصوا انا حتى لو الحاجة مش ليا يعني الحمد لله الواحد بيظبط الحاجة برضو، علشان اللي ياخد الحاجة يدعيلي بجد ان انا يعني عملت كل حاجة فيها بضمير مش اكتر. فنرجع تاني بقى للحياة اللي هو جنينة بقى وزرع وحاجات من دي، انا بحبها قوي. انا حابة الحياة دي، مش حياة الارياف عشان ما تقولوش دي حياة ارياف، لا مش حياة الارياف، بس اللي هو تبقى يعني روقان كده مع نفسك، مفيش ازعاج. طبعا هنا على شارع عمومي في عربيات رايحة جاية، وبصراحة انا مش بعرف يعني مش بعرف انام في هدوء. يعني الواحد خد فعلا على صوت العربيات والدوشة، ومش بعرف اقعد في هدوء. بس حاسة ان انا نفسيا الفترة دي بقيت محتاجة للهدوء فعلا. فالحمد لله يعني. بصوا وانا بنضف طلع شوية تراب كده على الصالة، فاخدهم معايا برضو في الاخر خالص. بس بصراحة يعني النقاشة ظبطت مع السيراميك كده، عمل ميكس تحفة. بس انا اتردمت تراب حرفيا، يعني انا كنت عبارة عن كتلة تراب. العباية كلها بالسليبر كله عبارة عن كتلة تراب وبس. طبعا تراب ناعم من الصنفرة فبهدل الدنيا. الحمد لله يعني. بصوا بقى الوزرة هنا انا عاملاها ازرق كده علشان ده كان سيراميك كان باقي مني من الدور الارضي. كان عندي سيراميك كتير على فكرة، كان باقي يعني يعتبر كام متر، حوالي 40 متر سيراميك كانوا عندي. فالمهم قلت له بقى في الاوض وصله كده كده عاملها بنفس سيراميك الارضيه، لكن الاوض والبلكونه والصدف اللي هي قدام باب الشقه قلت له اعمله بالسيراميك الباقي. اعملي الوزر بيه، يعني كده ايه قلنا نستغله شويه بدل ما هرميه، يعني خساره حرام. قلت يعمل لي بيه الوزر، فالحمد لله يعني كفى واتظبط وادى شكل شويه يعني، بدل ما هي ساده خالص. طبعا هنا البلكونه مش عامله فيها اي شغل خالص، الشغل كله يعني عملته في البلكونه اللي تحت. بس ما تحاولوش تعملوا شغل كتير في البلكونات، يعني مش حاسه ان سقف البلكونه كده او الحيطان لما يتعمل فيها شغل كتير يعني مش حاسه فيه فايده، حاسه تكلفه على الفاضي. يعني انا عملته تحت بس حسيته بصراحه تكلفه على الفاضي، لان بيبهدل وعايز كل شويه نظافه والتراب بقى وعنكبوت. قلت لا مش هعمل تاني اي نقوشات في البلكونه، هي ساده كده حلوه وشيك وجميله ورقيقه. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تدعولي دعوه حلوه من قلبكم. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب.